انا الحمد لله من الناس اللي عمرها ما انتقدت علي محمد علي، ومش فاهم ايه سبب اصلا الانتقاد لعلي محمد علي. انت ممكن ما تكونش بتحب نبرة صوته، ممكن ما تكونش بتحب طريقته في التعليق، كل واحد فينا بيحب حد، ده عادي، ده شيء عادي وشيء يعني ما يزعلش حد. كل واحد فينا ممكن يكون بيحب معلق، وممكن لحد بالنسبة له ده مميز، ده بالنسبة له بيضايقه، مفيش مشكلة. لكن الأولى في الانتقاد الكواليني، الناس اللي بتعلق بأجندة، بتعلق وهي موجهة، بتعلق وهي بتقول كلام محفوظ وبيتقال لها سكريبت تيجي تقوله. الأولى إنك تنتقد الكاشف اللي هو قد إيه إنسان بذيء، وقد إيه إنسان موجه، وقد إيه إنسان مش نضيف وبيقول كلام مش حقيقي، وبينجم ناس ويصيط ناس وناس تعبانة. الأولى. لكن علي محمد علي الراجل نضيف، الراجل زملكاوي على فكرة، لكن أكتر حاجة بيخاف منها إن حد يقول عليه زملكاوي. فبيعمل إيه؟ بيفضل يطبل للاعيبة الأهلي بشكل مبالغ فيه، بيجي في ماتشات يعظم من لعيبة الأهلي بشكل مبالغ فيه، بيبقى اللعيب مش شايف ويقول لك عليه قد الدنيا. فاحنا ليه نمسك ترند رخيص ونحلبه؟ يا جماعة نخلي عندنا شخصية، يعني نخلي عندنا شخصية، نخلينا ناس لينا شخصية ولينا وضع ولينا وقار، مش اللي هو اي حد او اي كلمتين يترموا على الفيسبوك اقراهم اجري اعمل وراهم فيديو، اجري اعمل وراهم بوست، اجري عشان الحس في الترند وابقى شخص سخيف وبذيء. يعني علي محمد علي الراجل ما بيضايقش حد، انت ما بتحبوش، ده عادي ان انت ممكن ما تحبوش، ده شيء مش عيب. لكن انت ما بتحبوش، ما تنتقدوش لدرجة انك تخلي الراجل يبقى نفسيته متدمرة ومش قادر يذيع ومش واخد حريته في الحاجة اللي عنده وموهبته. ليه؟ لان الراجل ما بيعملش حاجة غلط. الراجل بيقول احصائيات، بيقول مش عارف ايه، حاجات بتضايقك، ما كل يعني مشكلة ان الناس، عارف انت لو الناس ماسكة في حاجة انا صدقها اقول لك ماشي، لكن كل المعلقين بيقولوا كده، وكل المعلقين ماشيين بنفس الطريقة، وعادي. انت ممكن لو عارف، لو انت جيت قلت لي اصل انا ما بحبش صوته اقول لك ممكن، اصل انا مثلا طريقته بتضايقني اقول لك ممكن. لكن انت تغلط فيه وتخلي الراجل مش شغال بحريته عشان خاطر انت بس لقيت كلمتين اترموا على الفيسبوك فانت جريت لحست انك تعمل فيديو او تعمل بوست عليه عشان تركب الترند وتاخد لك كام لايك. الاولى كواليني، الاولى الكاشف، الناس الموجهه الرخيصه اللي بتقبض على ده. الناس دي لجان، كاشف والكواليني وناس كتير في مصر بتذيع كده، الناس دي لجان اصلا وبتقبض على ده، وهم الاولى بالانتقاد. لكن انت طبعا ما تقدرش تعمل كده، ليه؟ عشان الناس دي في مصلحتك،